السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بخوتي الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن. خوتنا باش ما يروحش الجهد نتاع الفيديو هباء منثورا، نطلب من خاوتي الجزائريين يديروا لنا الجام بقوه للفيديو باش ينتشر. كي تكثر لنا اللايك ينتشر الفيديو وتوصل المعلومه. وما تنساش اخي الجزائري بارطاجي لولد بلادك واشترك في قناه ولد بلادك، دعم ولد بلادك، لاننا ندافع عن الجزائر بطريقتنا الخاصه والمتواضعه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة الليلة من برنامج المحور، يأتيكم مباشرة من قناة شمال إفريقيا من لندن. يستمر النفخ الإعلامي فيما أسمته الرئاسة القرارات التاريخية للرئيس تبون، فبعد غياب غير مبرر إلى الآن أصدر الرئيس تعليماته باستيراد آلاف الحافلات وأيضا فتح المجال لاستيراد العجلات. تحدث الإعلام وتحدث المحللون وهللوا لهذه القرارات. سنناقش في الحلقة بعض أو جزء من هذا التهليل ونطرح بعض الأسئلة التي يتجاوزونها في التحليل. هذا هو الجزء الأساسي في حلقة الليلة، لكن كالعادة جولتنا عبر الصحف نبدأها من يومية الخبر. دشن الدخول الاجتماعي بقرارات حاسمة لإنهاء إرهاب الطرقات، تبون يصحح الوضع. جريدة الخبر اختصرت كل شيء، قالت بأن الرئيس دشن الدخول الاجتماعي، يعني الرئيس أصلا ما على بالوش باللي راهو جاي الدخول الاجتماعي، لأنه تقريبا ما فيش مجلس وزراء تحضيرا للدخول كالعادة، وبالتالي الخبر أضافت من عندها أن ظهور الرئيس هو تدشين للدخول الاجتماعي. كيفاش الله أعلم، لكن لخصت كل شيء في قول تبون يصحح الوضع. قرارته بالاستيراد ستصحح الوضع. من جعل الوضع غير صحيح حتى يضطر الرئيس إلى تصحيحه؟ طبعا الجريدة لا تجيب. المهم أن الرئيس يصحح، كيف الله أعلم، لكن البحث في تفاصيل لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة حتى احتاجت إلى تصحيح هو من قبيل الخيال في الإعلام الجزائري، وهذا ليس ديدن الخبر بل تقريبا كل وسائل الإعلام. وجريدة الحوار أيضا تتحدث عن استيراد 10,000 حافلة جديدة لنقل المسافرين فورا. نقل المسافرين فورا ولا الاستيراد فورا؟ هذه لغة يجب أن يفتى فيها، لكن معليش يا سيدي. قال لك رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا خصص لقطاع النقل ويقرر. يعني توصيف لهذا توصيف للقرارات اللي داها الرئيس تبون. لكن يبقى السؤال، هذا اجتماع واش؟ اجتماع وزاري مشترك، اجتماع حكومي؟ ماناش عارفين، لأنه هذه بدعة جديدة يشتغل بها الرئيس تبون. ما فيها هذا الاجتماع اللي عمله الرئيس ما عندوش يعني بلاصة في الأورغانيغرام، يعني مكان في تنظيم المؤسسات في الدولة. عندنا الرئاسة، مجلس الوزراء، المجالس المشتركة الوزارية، لكن هذا الله أعلم. على كل الحوار قالت بأن هذا الاستيراد سيتم فورا كما قال الرئيس، لكنها عادت على الأقل إلى الموضوع المهم أيضا، وهو الدخول المدرسي. وزير التربية سعداوي يشدد ضمان شفافية الإعلان عن المناصب الشاغرة. طبعا هذه الأيام جزء كبير من الجزائريين مهتمين بعملية التحويل في قطاع التربية. تعرفون أن قطاع التربية يشغل عدد كبير جدا من الأساتذة ومن الأعوان، وبالتالي هناك حركة يتحدث الأساتذة وأصحاب المجال بأنه ربما ستكون مخففة هذه المرة بالنظر إلى رقمنتها، هكذا قيل، في انتظار رصد أو جرد العملية مع قبيل دخول التلاميذ. جريدة الوقائع قالت كما قالت سابقاتها: قرارات كبيرة وتاريخية في قطاع النقل. يعني والله الله يهديكم، ما التاريخي في هذا القرار؟ هل قرر الرئيس مثلا إدراج وسيلة نقل غير موجودة في العالم؟ ربما اخترعناها، مش عارف، يعني سبقنا إيلون ماسك وحطيناها. أم أنكم تأخذون على صفحة الرئاسة التي وصفت القرارات بالتاريخية ويعني تلوكونها في الإعلام؟ لما نقول حدث تاريخي هو يكون حدث يغير مجرى الأحداث، يغير مجرى حياة المواطنين، لكن لما يصبح
قرار الاستيراد هو تاريخي، هذا شيء غريب، ثم أصبح تاريخيا لأنه القرار التاريخي اللي قبله هو غلق الاستيراد. على كل الوقائع لم تحد عما قالت وسائل الإعلام الأخرى، لكنها طلعتنا أيضا إلى نشاطات وزير الخارجية، وقالت بالإضافة لعدد من القضايا الثنائية عطاف يتباحث مع نظرائه الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده قطاع غزة. جريدة الوسط، وعلى خلاف باقي وسائل الإعلام التي طالعناها، لم يكن الخبر الرئيس هو اجتماع الرئيس، بل عادت إلى الحرائق التي اندلعت في بعض الغابات، وتتحدث عن 505 وحدة للتدخل و65 رتلا متنقلا و6 مفارز جهوية. نتمنى أن يتم يعني إخماد هذه النيران وأن لا تنتشر وأن لا يكون فيها خسائر بشرية. بخبر مش جانبي ولكن خبر على الصفحة الأولى، عادت إلى قضية الاستيراد والاستيراد الفوري ل10,000 حافلة. الكل يذكر القرار دون تمحيص، لكنها نشرت الوسط أيضا في صفحتها الأولى حوارا مع واحد من المحللين، وقال هذا المحلل الأستاذ عبد الحكيم بغرارة بأن الأحزاب تفتقر للاستراتيجيات والبرامج الواضحة. يعني من يفتقر إلى الاستراتيجيات والبرامج الواضحة؟ هل هي الأحزاب فقط؟ الله أعلم، لأنه الجماعة اللي كانت عندهم استراتيجية واضحة كانوا غالقين الاستيراد، ومن بعد كي تبدلت الاستراتيجية ولا التاريخية فتحوا الاستيراد، الله أعلم. جريدة الاتحاد قالت رئيس الجمهورية يأمر باستيراد فوري. يعني كل الجرائد هذا هو الخبر الرئيس، ولا تفصيل ولا حديث مع خبراء عن الإمكانية الحقيقية، بل كله تزكية، وكأن الرئيس مالك مش عارف مصنع لصناعة الحافلات، وبالتالي أمر بالاستيراد فورا وسيتم هذا الموضوع. لكن عادت أيضا الاتحاد إلى التحذيرات بخصوص المعرض البين إفريقي، التزام تاريخي راسخ برؤية مستقبلية، وتحدثت في هذا الجانب عن الطريق العابر للصحراء الذي يروج له هذه الأيام بمناسبة المعرض. نختم بجريدة الشعب. جريدة الشعب طبعا ماذا ستقول جريدة الشعب؟ يعني في كل زاوية تجد الرئيس تبون يأمر ويستعجل الحكومة لعدم تكرار المأساة الأخيرة، استيراد 10,000 حافلة. أولا الشعب هنا تجتهد من عندها، يعني هي تقول بأن الرئيس استعجل الحكومة. يكون هذا الخبر صحيحا لو كان الرئيس عمل مجلس وزراء. الرئيس لم يلتقي بوزيره الأول ولم يلتقي بالطاقم الحكومي، وبالتالي القرار لا علاقة له إلى الآن بالحكومة. ثم عادت وفصلت على أنه هناك 8 قرارات فورية لوقف إرهاب الطرقات. تكاد كل الجرائد أن تتحدث على هذا الموضوع الواحد والوحيد، لكن الشعب تحدثت أيضا في صفحتها الأولى عن قضية دبلوماسية سنعود إليها خلال الحلقة. الجمهورية الخامسة موعد مع الشلل والغضب، وطبعا الحديث عن فرنسا. إذن لا خبر يعلو على خبر إذن الرئيس لوزرائه بأن يستوردوا العجلات والحافلات، وأيضا هذا الترويج كان بمثابة إعلان عودة الرئيس بالطريقة التي رأيناها. كل وسائل الإعلام حتى الرسمية باتت وظلت خلال اليوم تروج للمخرجات. سنذكر من لم يسمع بهذه القرارات التاريخية ما يقوله الإعلام وما ينشره بهذا الخصوص في جزء من تقرير للتلفزيون الجزائري. دوخني تبون واجتماعاته وخبر وحيد في كل الجرائد، فنسيت بأنه ننتقل إلى الفقرة بعد الفاصل. على كل شكرا للفريق التقني. إذا قلت هذا الخبر الذي يبدو أنه الحدث الوحيد والأوحد الذي يغطي على جميع الأحداث في الجزائر، ويوصف من طرف وسائل الإعلام كلها بأنه حدث تاريخي. يا سيدي نعاود نراجع هذا الحدث التاريخي، بالك احنا ما فهمناش البارح وقلنا هذا الحدث ما هوش تاريخي، بالك كاين أمور تاريخية. نتابع جزء من المخرجات بحسب التلفزيون الرسمي. اجتماع خلص إلى قرارات تاريخية وغير مسبوقة، حيث تقرر ما يلي:
استيراد فوري ل10,000 حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة تحت إشراف وزارة الصناعة. استيراد فوري ومكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيما كيفية تسليم رخصة السياقة وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. كما سيتم أيضا توسيع. كما رأيتم بأنه أهم نقطتين هم السماح باستيراد 10,000 أو الدعوة إلى استيراد الفوري ل10,000 حافلة، والاستيراد الفوري والمكثف للعجلات. هذو أهم قرارين اتخذهم الرئيس أمس. هل يمكن وصفهم بأنها قرارات تاريخية؟ يعني ما التاريخي فيها؟ يعني ما التاريخي؟ مثلا ممكن لو ناخذ دولة قال كوريا الشمالية عندها خيارات دبلوماسية معينة واقتصادية معينة، في لحظة غيرت خيارا اقتصاديا منافيا لل50 أو لل100 سنة التي اشتغلت بها، أو دولة أخرى مثلا. لكن أن يكون قرار استيراد ما ناش عارفين كيف سيتم، يعني يصبح قرار تاريخي. يعني ما بقولوش إنجازات الرئيس، يعني إلا أنه تعرفوا العصابة اللي يسميها الرئيس العصابة توصف بأن عصابة نفخ العجلات. يعني على الأقل الجماعة كان عندهم عجلات ينفخوهم، يعني وما كانوش يقولوا حدث تاريخي. الرئيس قال لك استوردوا هذا حدث تاريخي، ودرجة الترويج له في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية يعني مش مثير للشفقة، وإنما يجعلنا نتساءل هل سقف أهداف هذه السلطة التي تحكم الجزائر الآن منخفض إلى هذا الدرجة؟ فمثلا التلفزيون الجزائري راح عبر نشراته المختلفة يرصد فرحة المواطنين بهذه القرارات. لكم أن تتخيلوا. نتابع. هذا وثمن المواطنون قرارات رئيس الجمهورية المتخذة بخصوص قطاع النقل، وعبروا عن ارتياحهم وإشادتهم بهذه القرارات المهمة للصالح العام. هذا الخبر اللي صدروا رئيس الجمهورية عن استيراد حافلات بهذا ضرب ما قدروا نجدوا الحافرة تاعنا اللي راه دوك الكران تاعنا عندهم صالحين للنقل المسافرين. الحمد لله اليوم سمعنا باللي رئيس الجمهورية فتح المجال تاع استيراد حوالي 10,000 حافلة، وكاين حتى استيراد تاع حلوا السوق تاع عجلات المطاطية، وهذا خبر مفرح وراح يؤدي خدمة كبيرة للمواطنين وللناقلين. مليح يساعدنا في اللومبان، يساعدنا في كي تبدا نفسها نعمل البياس تاعو قادر تشكيها، فهمت كيش كيما القديم هذا راح البياس تاعو مرة، فهمت. قرار تاع رئيس الجمهورية هذا قرار اتخذ قرار صائب يعني في محله. نشكروا رئيس الجمهورية على القرار اللي راه يوسيه، راه واقف مع الناس أو مع الشعب. ونربط الاتصال مباشرة الآن مع موفدنا من ميناء الجزائر لتصوير المشاهد الأولى للشحنات الأولى من العجلات. هذا طبعا ما ستسمعونه ربما في الأيام القادمة على وزن الكباش. يعني تخرجوا الكاميرات، تخرجوا تروحوا لواحد سائق مسكين الكار مطبطبة عنده 5 سنين و6 سنين هو يحوس على قطع الغيار، ومن بعد تقول له اسمع الرئيس راهو سمح في استيراد قطع الغيار، وش رأيك؟ يعني مش عارف، يعني هذا هو سقف الإنجاز، هذا هو الإنجاز التاريخي العظيم. يعني مثلا ما الذي كان يتوقعه موفد التلفزيون لما يروح للبارك ولا يروح للاغار ويسقسي شوفير مسكين رابط الكار هذيك بالسلك، يقول له اسمع راهم قرروا أن يستوردوا. يعني راح يقول له مثلا مش حاجة مليحة، بالعكس لو فتح لهم التعبير الحقيقي لكانوا يعني عندهم ما قالوا الحكومة هذه اللي مرمدتهم 6 سنين بلا لابياس بلا لي بنو بلا، لكن انك ترجعوا خبر رئيسي والشعب فرحان. بوش فرحان؟ انه الرئيس راح يجيب له العجلات وراح ممكن يجيب له بعض الحافلات. والله غريب يعني كيف يتم مش عارف صقل كل وسائل الإعلام بهذه الطريقة. قال اسمعوا الرئيس قال ما أنت خبر تاريخي، ما أنت حدث عظيم، فلازم نجيبوا له كمية من الشعب فرحان.
واكثر من هذا يا ريت هذو المواطنين قال واش مسكين ريسيفور جاتو الكاميرا راه ماذا به ما يعني ما يحصلش. لكن لما يطلعوا دكاتره ودي بروفيسور في لي بلاطو ويتكلموا وينظرون لهذه القرارات التاريخيه، هنا تعرف باللي الامر مخيف. مثلا عندنا استاذ خلف الله اللي علق على الاجتماع وعلى المخرجات وعلى ويبدو انه عنده نظريه في هذا المجال، ممكن نقدروا نسموها نظريه ظهور الرئيس بقرار العجلات مثلا. خلونا نسمعوا السي خلف الله وهو ينظر كيفاش هذا الاجتماع يعني بعد ما شاف المخرجات استنتج واحد الاستنتاجات. اسمع. الموضوع الذي خصص له هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية وبالطاقم الحكومي لأهمية هذا الموضوع والحادث المأساوي الذي خلف هؤلاء الضحايا 18 ضحية، وكان سببها يعني في الحقيقة سببها واضح على أن هذا الوضعية الكارثية التي تعيشها الكثير من المركبات من هذه المركبات المهترئة. نعم، هذا لأسباب عديدة. الواضح بأن ربما نقص هذا القطاع الغيار، ربما هذا عدم الصرامة في هذه الرقابة، كلها أسباب متداخلة يعني أدت إلى هذا. وأيضا يعني نعتقد بأن هذا الاجتماع ربما أسكت وأوقف تلك التأويلات التي كانت ربما حدثت خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي على غياب الرئيس نعم رئيس الجمهورية. وهذا اليوم يعني هذا الاجتماع هو يؤكد بأن كل ما تم تأويله هو يدخل في ضمن الأجندة التي تستعملها هذه القنوات التي تريد التشويش على جهات يعني، وربما وكأن هذه الأطراف لا يهمها إلا أن تبحث على نقطة. إذن تقريبا كل المحللين واقعين في حرج لما يتكلموا، لأنه التفكير البسيط العادي. لماذا؟ لأن الرئيس ظهر على عجالة، ما كان غايب، ما على بالناش علاش ظهر، وأول اجتماع عنده علاقة بالكارثة اللي حدثت اللي هي وفاة 18 في قضية حافلة الحراش، فجاب هذه الإجراءات. فالتفكير البسيط هو أنه يعني الدنيا خلات في النقل والكوارث كبيرة والمشكلة في قطاع الغيار والمشكلة في الحافلات، لذلك الرئيس استعجل وخذ هذه القرارات. هذا هو التفكير العادي، لكن هما ما يقدروش يقولوها. ربما قد نقص قطاع الغيار، ربما الحافلات المهترئة. كيفاش ربما مثلا؟ يعني أنت الحافلة تشوفها مطبطبة قدامك وتشوف الطريق مكسرة وتشوف الناس يشتكون من نقص قطاع الغيار، هذو كامل يا بروفيسور هذو ربما. لكن 10 ثواني تاع الرئيس ما هدر، ما على بالنا إلا دار هذا الاجتماع على العجلات ولا داروا على حاجة واحدة أخرى. 10 ثواني ما سمعتوش أصلا، استنتجت منها بأنه عودة قوية وإسكات لكل المؤامرات. أعطونا راس خيط تاع منطق نفهموا به. لو قلت أنت صراحة بأنه القرار هذا دليل على أنه الحظيرة مهترئة بسبب عدم الاستيراد وكذا وكذا، وحملت الحكومة مسؤولية، نقدر نقولوا أنت قدرت تستنتج من 10 ثواني اللي ظهر فيها الرئيس كل هذا. أما ما تقدروش تقولوا على حافلة مهترئة بأن سبب الاهتراء هو منع قطع الغيار ومنع الاستيراد، فعلى الأقل ما تقدروش تستنتجوا من 10 ثواني كل هذه الاستنتاجات. والغريب هو أستاذ خلف الله نموذج، كل الاقتصاديين والمحللين اللي فاتوا على البلاطوات يحاولوا يقفزوا على هذه النقطة، يعني خايفين يفهم من كلامهم بأن الحكومة تتحمل المسؤولية. فمثلا البروفيسور تيغرسي هواري أستاذ علم الاقتصاد لما جاي يتكلم محلل اقتصادي يتكلم على نفس النمط نتاع سي خلف الله، يعني نتكلموا على كلش، ما نقدروش نقولوا باللي الدولة هي المسؤولة. نتابع سي تيغرسي على شاكلة سي خلف الله. نعم الحمد لله انه اليوم بكل صراحه حتى المواطن العادي اصبح يتتبع دائما القرارات بالنسبه لمجلس الوزراء، لانه السيد رئيس الجمهوريه في كل مره لما يكون كاين مشكل الا ويتخذ قرار مهم جدا لصالح طبعا المواطن، لصالح طبعا المجتمع، لصالح ترقيه المجتمع. نظن انه اليوم هذا مشكل كبير وقديم كذلك بالنسبه للحافلات. قرار طبعا مهم جدا يمكن تثمين هذا القرار،
قضيه الاستقطاب وقضيه طبعا شراء 10,000 حافله جديده لنقل المسافرين لتعويض طبعا كل القديمه اللي كانت في كل البلديات وفي كل الجبال وفي كل طبعا المناطق النائيه. ونظن انه بدايه مهمه جدا وقرار طبعا مهم جدا في انتظار طبعا، لانه هناك مشاريع كبيره جدا في طبعا او مشاريع مرتبطه بعمليه تصنيع، سواء بالنسبه للحافلات سواء بالنسبه للعجلات، لانه طبعا هذا والله يعني مش عارف، هل كل هذا الخوف من القمع الإعلامي، كل هذا الخوف من السلطة، يعني لما يجيك محلل اقتصادي هو عارفها باللي مخروب، وهو نفسه كان في بلاطوهات سابقة قبل الكارثة يتكلم على نقص قطاع الغيار وما إلى ذلك، ويجول هذا القرار يقول لك يعني بعد 6 سنوات حكم، بعد 6 سنوات مجازر اقتصادية بخصوص المواد الأولية وقطاع الغيار، يقول لك هذه بداية مهمة. كيفاش بداية يا جماعة؟ كيفاش 6 سنوات السيدة وداخل في 7 سنين حكم، تجي انت كمحلل اقتصادي تقول لي هذه بداية مهمة؟ ومن يتحمل مسؤولية ما حصل؟ كاش مستحيل أن تسمع هذا الكلام. ثم يقول لك هذه بداية مهمة، هناك مشاريع كبيرة جدا. وين راكم تشوفوا فيهم المشاريع يا ناس؟ إذا كان السماح ماشي حصول العملية، السماح بعملية الاستيراد أصبح حدثا تاريخيا، فوش من مشاريع كبيرة يعني؟ إذا كان هذا هو الاستيراد بقى لنا كما كنت نكت مقبل أننا نسجلوا الشحنات الأولى والباخرة الأولى، وربما يعملوا حوار مع أول حافلة تكون مزودة بالذكاء الاصطناعي، يقولوا له وش رأيك في الطريق الجزائري. غريب أنكم أنتم كاقتصاديين يعني جات فرصة وين السلطة بقرارها هذا السريع بينت باللي راهي ما تقولش هي باللي انا اللي غلطه، لكن بينت باللي غلط. واش اللي احتمل الرئيس هو 20 يوم ما كانش يظهر على جال قضيه النقل ويتكلم على الاستيراد لولا كارثه الحراج؟ يعني تخيلوا انتم، كنا نتمنى ان لا تحدث الكارثه، بدون كارثه الحراج لو ولا الرئيس على واش راح يحكي؟ كان راح يتخذ هذه القرارات؟ معناتها ما فيش رؤيه استراتيجيه، ما فيش استشراف. ثم تجون انتم قال والله بدايه جديده. ثم أنا قلت باللي كل بلاطوهات خلال ليلة أمس وخلال النهار يعني عاملين شحن بأنه هذه الأمور كبيرة اللي خذاها الرئيس، لدرجة أنه يشفوك. يعني مثلا بالصدفة اكتشفت أنه عندنا نائب اسمه الزغيمي حمزة، هذا النائب برلماني جابوه في بلاطو يتكلم على هذا المشروع العظيم، لكن في ثنايا كلامه احنا نسمعوا له مقطعين يعني يدين المجلس ويدين الحكومة بطريقة بدون أن يدري، لكن هو جاي لابس ثوب الشكر. خلينا نسمعوا ونكتشفوا أولا النائب الزغيمي وش يقول على قرار الرئيس. نتابع. صارمة، لأنه كما تفضلت وأسفت أنه كنا في لجنة النقل سنة 2022-2023 وقلنا ودرنا يوم برلماني حول حوادث المرور واقع وتشريع. يعني خلصنا إلى توصيات. اليوم عمدت الحكومة إلى إجراءات تسريعية وإجراءات فورية من أجل دق ناقوس هذا الخطر الذي يتزايد كل سنة. لأنه لما نشوف الواقع حوادث المرور سنة 22 و23 و24 يعني أرقام رهيبة تتزايد. بين 23 و24 نسبة 23% زيادة حوادث المرور. سي الزغيمي هذا قال لك احنا من 2022 و2023 واحنا نديروا في اللقاءات البرلمانية ونرصد في عدد الضحايا وعدد الحوادث ومد حتى النسب. هذا وش كان يصرى في البرلمان. وهل سمعت لكم الحكومة؟ يعني إذا كان أنتم من 2022 و2023 و2024 و2025 كل سنة تديروا فيها أيام برلمانية حول حوادث المرور وتصدرون أرقاما وتوصيات، هذا كامل، ولم يقنعوا الرئيس تبون أنه يأخذ هذا القرار التاريخي. فالمفروض أنت ما تجيش اليوم باش تشكر هذا القرار. هذا القرار متأخر ب4 سنوات على ما كنتم تطالبون به. فالمفروض أن تلوموا الحكومة،
لكن انك تخرج انت ويعني وتقول والله من 2022 وحنا نخدموا على هذا الموضوع وننبه الحكومه، والحمد لله اليوم دقت ناقوس الخطر. عهده برلمانيه فيها 5 سنين، انتم عندكم 4 سنين وانتم تحكوا على هذا الموضوع، الرئيس ما سمع لكمش. منين عندكم يعني الكوراج باش تجوا تقولوا هذا قرار تاريخي؟ هذا الجزء الاول اللي يتكلم فيه على شغلهم، لكن شوفوا الطريقه اللي يتكلم فيها. مادام اكتشفناه سي النائب زغيمي، نسمعوا جزء ثاني وهو يسبح بحمد هذا القرار. المجلس يعني عقد سيد رئيس الجمهوريه مجلس الوزراء يعني خصيصا لقطاع النقل من اجل معالجه ووضع كما يقال اليد على الجرح ولا الاصبع على الجرح مباشره، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمه والتطبيق الفوري لهذه التعليمات، كما تفضلتم يعني استيراد الحافلات وأعشار الحافلة والاستيراد فوري للعجلات، الأمر الذي يعني أصبح متداولا وأصبح يؤرق الكثير من الجزائريين وكل الجزائر ليس كثير، كل الجزائريين. حالة الطرقات المهترئة، قطع الغيار التي تكاد تنعدم في السوق الوطنية، حالة يعني لما قطع الغيار التي تكاد تنعدم، يعني وحدها هكذا قطع الغيار تنعدم وحدها مثلا، الطرق تهترئ لوحدها، والحافلات يعني وحدها تريب. يعني انت نائب برلماني مرمدوكم 4 سنين ما سمعوا لكمش، وجاي تقول باللي الاوضاع هذه تنسب للمجهول، والقرار اللي خذاه الرئيس قرار كبير. يعني صح فعلا هذا النائب سي زغيمي يعبر فعلا على انه البرلمان ما عنده حتى قيمه. المفروض أن البرلمان اللي اشتغل 3 و4 سنين على موضوع ولم تتفطن أو لم تستجب الحكومة لمطالبه، يا تروح الحكومة يا يروح البرلمان. لكن أنه في النهاية تبقوا تشكروا فيهم، وحتى أنت كبرلماني ما تقدرش تحمل المسؤولية. يا سيدي مش للرئيس، الرئيس يجيكم كبير يا سيدي، لوزارة معينة على تماطلها. لا أمس واليوم قلنا التعليمات لكل وسائل الإعلام، شوفوا هذا القرار انفخوا فيه كما تحبوا، يعني حتى ما عطاولهمش عيار النفخ، يعني اللي بنو تعرفوا كاين بار 15 بار قال لك انفخ وخلاص. لانه غريبه لما يجيك برلماني ينتمي لهيئه تشريعيه، الحكومه ضاربه عرض الحائط بكل مخرجات البرلمان، ثم يجي يشكرها. على كل لن نختم جولتنا هذه المديحية وجولة النفخ هذا دون العودة إلى البروفيسور خلف الله، اللي كي طالت الهضرة شوية تقريبا يعني قال الأمور عندها علاقة بالأسباب الحقيقية التي دفعت باتجاه هذا القرار. نتابع. الحقيقة ربما الذي يتابع هذا المشهد من بعيد أو من سطحيا يقول لماذا يحدث هذا، ولكن في الحقيقة نعتقد بأن الجزائر عاشت هذه المرحلة، مرحلة إرهاصات، عندما كانت هناك نزيف للعملة الصعبة، وحاولت سياسة الجزائر الجديدة التي تريد أن تضع يعني حد لهذا النزيف. في الواضح بأنه هذا الحد أثر على بعض القطاعات من بينها صحيح. يعني قطاع النقل الذي يعني نقص العجلات صحيح. هو سبب رئيسي لهذه الحوادث. واعتقد بأن هذا القرار الذي قضى باستيراد 10,000 حافلة جديدة، يعني استيراد فوري، وأيضا الاستيراد الفوري للعجلات المطاطية. نعم. هذا نعتقد بأنه سوف يعالج هذه المشكلة التي هذا الحظيرة. إذن فلنسجل على البروفيسور خلف الله أنه قالها صراحة بأنه سياسات الرئيس أو سياسات الحكومة السابقة التي كانت تعمد إلى كما قال هو توقيف نزيف العملة الصعبة، كانوا حابين يخبوا شوية عملة صعبة. هذا الإجراء في حد ذاته هو الذي أدى إلى نقص قطع الغيار ونقص العجلات المتسبب الرئيسي في الحوادث. معنى ذلك أن قرارات الرئيس وحكوماته المتتابعة السابقة في منع الاستيراد من أجل رفع الحصيلة أو الاحتياطي من العملة الصعبة أدى إلى وفيات كثيرة، أدى إلى كوارث طرقات. فكيفاش تقولوا قرار تاريخي اليوم؟ يعني على الأقل يكون فيه تناسب.
انت عميتها 6 سنين وانت غالق. سيدي سي خلف الله او قالها لنا بالعربيه المهذبه، لكن في النهايه قال لك بلي 6 سنين هما غالقين باش يخبوا شويه دولار. الله غالب، ما جابوش لي بنو، ما جابوش لي بياس، ماتوا الناس. ايه وشكون يتحمل المسؤوليه؟ ما تقدروش تقولوا باللي الحكومه تتحمل المسؤوليه، الرئيس يتحمل المسؤوليه، السياسات السابقه. لانه هذه النقطه حرص الاعلام امس واليوم على تجاوزها. ما تقدروش تقولوا بان الحوادث الكثيره هي بسبب قرارات الرئيس وحكومته، لا، مرة على مرة يغلطوا يقولوها. أو عندنا محلل قال لك يا سيدي خبينا شوية دولار ماتوا الناس الله غالب، بالنسبة ليه شيء عادي. لكن تعرفوا الكارثة العظمى هو أنه سياسات الرئيس قبل هذا القرار اللي هو بين قوسين قرار استثنائي، كيف سيطبق ما نش عارفين، لكن الرئيس نفسه عنده مشكلة مع الاستيراد، ما يحبش يستورد، يحب يخبي دراهم حتى ويموتوا الناس. وهذا الموضوع مش جديد من بدايات حكمه. سنذكركم بوحدة من صولاته اللي كانوا الإعلام ثاني قلنا بلي راهو يقوم بأمور عظيمة. لما كان يحارب في الاستيراد اسمعوا وش يقول على الاستيراد واسمعوا النبرة تاعو، يعني بالنسبة ليه المستوردين هذو كل أشرار، حتى اللي يجيب بنو باش ما يموتوش الناس هذا ثاني شرير. نتابع. لوبي يقتل لك الإنتاج الوطني. احنا ما نحبش الاستيراد، ولكن الانتاج الوطني اولويه قصوى، وما نستورد الا ما يكمل الانتاج الوطني. وطلبنا من السيد وزير التجاره باش اليوم في 2020 ماناش عارفين واش ننتج بالقيلو. قال فلان راه يدير في سطيف، فلان راه عنده في تلمسان، فلان راه عنده في عنابه، فلان ما عندناش. الناس تستورد في امور اللي تنتج هنا. فيه صناعات تمشي دي زانترون كي سون فابريكي سور بلاس ونمشي نستوردهم. استورد الرمل، رانا نستوردو في الرمل، بلاد 3/4 نتاعها رمل. الرمال صحراء وانتم سحرتوا الاقتصاد يا سيد الرئيس. اذا كنت انت في 2020 تقول باللي احنا ما على بالناش وش عندنا وش ما عندناش، ما عنديش احصائيات، ولكن نمنع الاستيراد، وتوصل اليوم انت في 2025 تكتشف بعد ما يموتوا الناس بانك انت منعت استيراد العجلات وقطع الغيار، بصح هو لا تنتجها. يعني مش عارف شحال لازم لكم من 2020 ل 2025 هي عهده، شحال لازم لكم باش يولي عندكم احصاء؟ ثم كيف كما كان يقول سي خلف الله، كيفاش قررتوا عدم الاستيراد وانتم ما كنتش عارفين اصلا شحال نحتاجوا شحال ما نحتاجوش، وهل عندنا انتاج داخلي؟ الرئيس من البدايه عنده مشكل مع الاستيراد. اهم حاجه عنده مش عارف المنطق هذا منين جابه، ربما لانه لا يحمل المسؤوليه حتى وان كانت فيه وفيات. عنده منطق يغلق الاستيراد ومن بعد يشوف، وهذا الذي حصل. لكن من يقول بأنه هذه القرارات هي المتسببة؟ لأنه على الأقل إذا اعترفنا بهذا الشيء نحشموا نقولوا قرار تاريخي، نقولوا قرار هذا كما يقولوا اللي باش كفارة على الخطيئة اللي دارها. لكن الرئيس من الصدف أنه الرئيس حياته كل عنده مشكل مع الاستيراد. وأنا نحضر للحلقة اكتشفت بأن الرئيس حتى في وقت بوتفليقة كان عنده مشكل مع الاستيراد. فاتت عليه فترة كان وزير السكن وعطاوا له وزارة التجارة اللي كانت تحت وصايتها الاستيراد، كانت عندنا وزارة واحدة حكمها لفترة قصيرة. كان عنده نفس المشكل، يحب يغلق ما يستوردش. نتابع. وفيما يخص ملف الاستيراد أوضحت بون أن مصلحته تراقب ولا تمنع الاستيراد لأن ذلك في مصلحة المستهلك ولا توجد أي زيادات في المواد الاستهلاكية. Le problème n'est pas d'importer ou de ne pas importer ou de restreindre l'importation. La cible, c'est l'indépendance nationale. Vous savez que si on ne fait pas ça, on risque demain d'aller vers l'endettement. Si d'autres pays européens parlent d'économie patriotique, pourquoi nous, on n'a pas le droit d'en parler? 200 millions de dollars pour qu'une banque européenne vous prête 200 millions de dollars, vous devez courir 1 an. Nous, on les jette dans des produits de seconde nécessité qui peuvent être produits ici.
Il y a des jeunes qui se sont mis maintenant à la production de la mayonnaise, à la production de beaucoup de produits qui sont d'excellente qualité. Eh ben, il faut les encourager. Nous ne sommes pas tombés. Le pays est debout. Le pays. الرئيس حتى لما كان وزير عند بوتفليقة كان عنده واحد التفكير مسطح. قال احنا شوف باش نتسلفوا 200 مليون دولار من عند بنك دولي مثلا يتطلب لنا جهد سنة. هذا لما يتذكر هو فترة المديونية. قال لك ولكن كيفاش نروحوا نستوردوا 200 مليون دولار في امور واحدة اخرى؟ كان عنده مشكل مع الاستيراد، انا نحبس الاستيراد. وكان عنده نفس الخطاب اللي هو يقولوا اليوم، هذا الكلام قبل 8 و 9 سنوات، قبل 8 سنوات بالضبط. كان يقول باللي احنا لازمنا انتاج وطني ولازمنا استقلالية وطنية، نفس الكلام اللي هو يقولوا اليوم. يعني لا انجزه لا هو وزير ولا هو رئيس، الانجاز الوحيد انه يوقف الاستيراد. وحتى قضية قطع غيار السيارات كان عنده معها مشكل، قطع غيار السيارات الشاحنات بصفة عامة، لأنه في الندوة الصحفية واثنين اللي عملها وهو وزير للتجارة بالنيابة لفترة قصيرة، كان ثاني يحسب بالورقة والستيل شحال رانا نستوردوا شحال ما نستوردوا ولازم نغلقوا باش نخبوا شوية دراهم. نتابع واحد المقطع وهو يتكلم على لابياس ديتاشي. مش عارف، أنا ما نعرفش بلي الرئيس في فترة عبوره للصحراء كما يقولوا لما ما كانش مسؤول، نعرف باللي كان يتاجر، كان جروسيست تاع سميد وكذا مواد غذائيه، ما كانش جروسيست تاع لابياس ديتاشي، لكن نظن بكري عنده هذا المشكل. نتابع. بالنسبة لابياس ديتاشي ولا بالنسبة نعطيك الحجم الإجمالي، ما عنديش الرقم الحقيقي، ولكن بين السيارات ولا بياس ديتاشي اعتقد ان تدور الحاله حول ملياري ونص دولار تقريبا. في حاجه هامه بالتقريب. بالتقريب يعني كان يعرف ابيبري شحال نستوردوا شحال ما نستوردوش. يعني تخيلوا الرئيس الكلام اللي كان يقوله وهو وزير عند بوتفليقه، يحب يبين بانه فاهم الامور هذه، فاهم شحال نحتاج وشحال لازمنا شحال مش لازمنا. كيفاش نكتشفوا بعد 6 سنوات اصبح رئيس بعدها، و6 سنوات هو يمنع الاستيراد، ومن بعد لولا الكارثه لما تفطن، كيف يمكن القول بانه عنده استشراف هو والحكومه نتاعو وعنده قرارات تاريخيه وانه ما يتحملش المسؤوليه؟ اذا كان واحد يتحمل المسؤوليه فصاحب القرار. إذا كان لازم تحقيق أو تحقيقات جدية في الحادثة الأخيرة التي حدثت، فيجب أن لا تتوقف عند العامل البشري مساكن اللي بعثهم للسجن. يجب على الأقل التصريح بأنه كان فيه مشكل في العجلات ومشكل في قطع الغيار، وبالتالي نرجع للجزئية اللي تكلم عليها الرئيس نفسه في هذا الاجتماع، وقال لك توسيع حدود المسؤولية في الحوادث. يعني لو طبقنا هذاك البند بأثر رجعي منذ الحادثة لا وصلت المسؤولية حتى للرئيس، لأنه في النهاية مالك الحافلة لم يستطع أن يشتري قطع غيار لحافلته لأن الرئيس منع استيرادها. فهذا الرئيس اللي عنده حياته كله عنده مشكلة مع قطع الغيار، كيف يمكن أن نصف اليوم أنه السماح بالاستيراد هو قرار تاريخي؟ ما بقالناش بزاف وقت، لكن يبدو أنه أنا من متابعتي لموضوع هذا القرار التاريخي خيل إلي بأنه جماعة في المرادية عاملين مش عارف عاملين كيما الصمار، يعني سي دي جروسيست سي دي زامبورتاتور دي زيكسبورتاتور، يخدموا مش عارف يتاجروا، يعني ما همش يسيروا في بلاد. علاش نقول هذا الكلام؟ لأنه إذا كان القرار هذا وصف بالتاريخي وهو قضية استيراد، فجماعة مش عارف يبيعوا ويشروا في نفس الوقت وفي نفس اليوم. كانت جريدة الوطن طلعت معنا، جريدة الوطن شكرا للزملاء، طلعت في صفحتها الأولى بأنه قد تم رفع احتكار نفطال لاستيراد الزيوت، زيوت السيارات. هذا الخبر طلعته الوطن. الوطن قالت بأنه بحسب المعطيات اللي عندها فقد اتخذ قرار بأنه يمكن للخواص أن يستوردوا الزيوت المحركات بأنواعها، وأنه ما يبقاش حكر على نفطال. المنطق البسيط، إذا كان الخبر صحيحا أو صحيح، إذا كان الخبر خاطئ ربما نفطال تتكلم، ربما متعامل جرح ينبورتي بناء على أو يستورد عفوا بناء على ما قيل
في هذه الجريدة ثم يجد بأنه ما كانش غير ممكن وما زال الاحتكار بالنسبة لنفطال، فيخبر الجريدة وتنشر الخبر. فلكم أن تتخيلوا شكون اللي رد على هذا الموضوع اللي هو موضوع اقتصادي وفيه استيراد وتصدير. يعني قلت لكم جمعها في المرادية يظهر لي الجاكس الجزائرية للاستيراد والتصدير التي حلت في الصافكس طلعوها المرادية، لأنه مديرية الاتصال بالرئاسة هي من ردت على ما قالته الوطن. نتابع. تفند المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بعد التأكد من صحة المعلومات لدى الجهة المختصة ما تناولته صحيفة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية في عدد الأربعاء 27 أوت 2025 بشأن رفع احتكار شركة نفطال لاستيراد زيوت المحركات. وتؤكد المديرية العامة أن الشركة الوطنية لتوزيع الوقود نفطال هي الجهة الرسمية الحصرية لعملية استيراد زيوت المحركات والعجلات، وأن القرار الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 مايو 2024 لا يزال ساري المفعول ولم تتم مراجعته. ما علاقة كمال سيدي السعيد باستيراد وتصدير الزيوت المحركات هذه؟ يعني والله راح تدخلونا الشك، راحين نوصلوا لوعد القناعة باللي الرئيس وجماعته. احنا كنا نسمع زمان بأنه هذوك العصب الحاكمة قال المجموعة الفلانية حاكمين استيراد السكر، المجموعة الفلانية حاكمين استيراد العجلات، يظل جماعة سنتراليزاو كلش في المرادية، والرئيس لاهي بلي بنو لا بيس ديتاشي، وكمال سيد السعيد لاهي بلي ليبريفيون هذوما والزيوت. وش داك انت مديرية الاتصال ترد على الوطن؟ يعني وش حتمك ترد على الوطن وتكذب؟ لو الموضوع هذا من صلاحية من؟ الاستيراد من صلاحية وزارة التجارة الخارجية، الصناعة من صلاحية وزارة الصناعة، نفطال تابعة لسوناتراك وزارة أيضا الطاقة. فأنت مديرية الاتصال ايش علاقتك بالموضوع؟ يعني تريدون أن تقولوا للجزائريين بأن كل مادة يتم استيرادها وكل دولار يخرج متحكمة فيه المجموعة الحاكمة؟ ولا ثاني راح تطلعوا لنا غدوة قرار تاريخي من الرئيس بأنه سمح للخواص بأن يستوردوا الزيوت؟ ما قدرناش نفهموا وين راه المنطق. هل الرئاسة هي مؤسسة تسير البلد أم مهتمة في هذه الفترة بالشأن الاقتصادي وشأنها أو الشأن الاستيرادي بالأساس، واهتمامها ب يعني تحويط شوية عملة صعبة لسنوات بدأت كوارثه تظهر وهم يتنصلون، وإعلامهم يقول بأن قراراتهم أو قراراتهم تاريخية. هذا هو الحدث في الجزائر اليوم. يعني من اللي بديت الحصة وانا نهبل فيكم، الجرايد الكل يحكوا على القرار التاريخي، وانا زدت كسرت لكم راسكم بكرونولوجيا القرارات التاريخية وبالوفود المهللة لما قاله الرئيس. لكن لا ضير كما يقولوا في اللغة العربية أن نختم بواحد التقرير نشر في ال24 الجزائر الدولية، في الحقيقة مليء بالقيم الإنسانية ومليء بقيم الحرية، وفيه مساندة ودعم لأن يبقى الإنسان حرا. نتابع. في المغرب طالب المحامي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين والحقوقيين. وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك طالب الحقوقي المغربي بالإفراج عن زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي ورفاقه وكذا النقيب محمد زيان، مشيرا إلى أنهم يعيشون محنة حقيقية في ظل ظروف صعبة على كل المستويات. أحمد الزفزافي والد المعتقل ناصر الزفزافي في وضع صحي حرج وصعب، أمنيته أن يرى ابنه حرا وأن يعانقه وهو على قيد الحياة. نتمنى أن يتغلب صوت العقل والحكمة ويتم الإفراج عن ناصر ورفاقه والنقيب محمد زيان. إنهم يعيشون محنة حقيقية في ظل ظروف صعبة على كافة المستويات. عائلاتهم تشعر بأنها لوحدها في معركة العدالة والحرية.
عائلاتهم تشعر بأنها لوحدها في معركة العدالة والحرية، يتمنون أن يخرجوا من السجون وأن يلتقوا بفلذات أكبادهم قبل أن يتوفوا كسجناء رأي يعيشون حياة صعبة. وين هذه؟ في المغرب. ربي يطلق سراح كل مظلوم. لكن هذا التقرير اللي يبث في الجزائر الدولية، لو تخلوا نفس التقرير، حطوا عبلة قماري، حطوا تجاديد، حطوا عبد الوكيل بلام، حطوا حطوا شيوخ المسمين يعني كلغة إعلامية شيوخ الفيس، حطوا هذول المعتقلين، يعني أوصافهم أو الأوصاف التي تطلق على حالاتهم الإنسانية أكثر بكثير من المعتقلين اللي تكلم عليهم الفنتكات. فمنيش عارف هذا الاستفزاز الذي تقوم به القنوات الرسمية، تدافع على سجناء رأي في المغرب، هكذا يقولون. هل عندنا سجناء رأي في الجزائر؟ لو كان فيه وقت وسنعود إلى هذا التقرير. هذا التقرير الوحيد اللي يقدر يجاوبكم عليه هو الشيخ علي بالحاج، ربي يعطيه صحته. أكيد سنعود إليه في حلقة من الحلقات. لأنه تخيلوا أنتم عبلة قماري جالسة تتبع في الفنتكات وتسمع هذه الشحنة من العاطفة اللي موجودة في التقرير، عاطفة باتجاه سجناء رأي في بلد آخر. وفي الجزائر ما فيش سجناء رأي. يتمادون في جرح مشاعر الجزائريين بشكل مخيف. يعني من جهة لا نتحمل المسؤولية عند الكوارث، ومن جهة أخرى عندما نريد أن ندافع عن الإنسان، ندافع عن الإنسان ما وراء حدود الجزائر. وكأنه داخل الجزائر يا إما ما فيش إنسان، أو أن الإنسان فعلا غير مضطهد في الجزائر. الحكم لكم طبعا. أصل معكم إلى نهاية حلقة الليلة، بالرغم من أنه كان فيه شوية مواضيع كنت سأكسر رأسكم بها، لكن نتركها لحلقة الغد بإذن الله إن ناسبت الأحداث. تصبحون على غد أفضل. نطلب من خاوتي الجزائريين يديروا لنا الجام بقوه للفيديو باش ينتشر. كي تكثر لنا اللايك ينتشر الفيديو وتوصل المعلومه. وما تنساش اخي الجزائري بارطاجي لولد بلادك واشترك في قناه ولد بلادك، دعم ولد بلادك.